يعني جلسة بيتوقع فيها 3 فقط ويتخذ القرار. الجلسة غير قانونية تماما. ضعنا بالفترة الماضية بخصوص مركز نقيب الفنانين. يعني شفنا نحن قرار موقع ومختوم من الأستاذ نور مهنا، وأيضا تبعه قرار موقع ومختوم من الأستاذ مازن ناطور. والأستاذ نور مهنا يعني في أحد تصريحات أو حتى الأستاذ محمد أحدائي قالوا أنه اجتمع مجلس النقابة لأخذ هذا القرار. صار في اجتماع وإجا زميلنا نور مهنا ودخل على النقابة. طبعا هاي أول مرة بيدخل على نقابة الفنانين بعد ما نحط اسمه نائب نقيب للفنانين. هاي أول مرة. نحن بشكل عادي جايين على دوامنا بالنقابة، يعني عمل طلب بطريقة مزعجة شوي، بأنه في حالة من حالات أنه والله استدعوا لي أعضاء المجلس أو خلي يعني الصيغة كيف كانت؟ الصيغة أمر أنه تحت طلب نائب نقيب الفنانين عملوا اجتماع، يلا تفضلوا على الاجتماع. فنحن مو هيك العلاقة أبدا، مو هيك بين مجلس النقابة وبين نقيب. العلاقة كتير رايقة وأخوية، كتير طبيعية، كتير نحن زملاء بالأخير من أجل خدمة كل أعضاء النقابة وكل طبعاً. فنان موجود بسوريا. طب اجتمعتوا؟ اجتمعنا. صار في شايف هي الحالة تبع أنه طريقة الطلب غير مريحة، فاللي تبادر لذهننا أنه في شيء، يعني ليش لهالطريقة هي تكون. المهم شوي شوي بصير الحوار بأنه في قرارات استأثر فيها نقيب الفنانين الأستاذ مازن الناطور. قصده دون رجوع لمجلس النقابة، دون الرجوع لمجلس النقابة. فقلنا له أبدا، نقيب الفنانين الأستاذ مازن الناطور كنا نحن باجتماع، وعدد المجتمعين هو عدد قانوني، والجلسة كانت قانونية لا اتخاذ القرارات. لا تماما. لا اتخاذ القرار، ونحن اتخذنا القرار بالمشاورة والحوار والنقاش وبكل رحابة صدر. كنا عم نتناقش بكل القرارات طلعت فيما يخص سلافة وخرجي أصالة فيما يخص كل شيء. أبدا النقيب ما بياخذ قرار لحاله. طب وكيف صار تعيين؟ كيف صار كتاب التعيين تبع أستاذ نور؟ انطلب، ونحن بالاجتماع انطلب انه تفضلوا بدنا نسحب الثقة من السيد مازن الناطور بهي الطريقة، لأنه استأثر بالقرارات وما بيشاورنا، ونحن في ناس جزء خارج سوريا انه عن طريق الاونلاين لازم اخذ راينا، لازم. ونحن يوميها فعلا صادف انه صار في اشكال بالنت، وناويين نحن نتحاور مع كل زملائنا اللي كانوا قبل اتخاذ قرارات. بالضبط، ناويين. ولكن الجلسه بما انه قانونيه وموجود فيها عدد الاعضاء، اكتمل النصاب القانوني للجلسه، اكتمل النصاب، فأوكي يعني بنخبر زملائنا، فبعدين تخبروا زملائنا. بس أنتم صوتوا على عزل سحب الثقة؟ لك اللي صار إنه لما قال بدنا نسحب الثقة من نقيب الفنانين الأستاذ مازن الناطور، فنحن 4، أنا وزميلنا الأستاذ صلاح طعمة والأستاذ نبيل أبو الشامات والأستاذ جهاد عازر، فنحن انسحبنا من الجلسة اعتراضا أول شيء على هي الطريقة اللي هي طريقة مو حلوة أبدا، مو حلوة. وثانيا على مفاجأتنا أنه فاجأنا بالقرار سحب الثقة. تمام. طب يعني ما بده الواحد يتناقش بالأول؟ المهم في إلنا زملاء خارج سوريا، 3 زملاء اللي هن ميس حرب، محمد الرشي، جهاد عبده خارج سوريا، وبالداخل هون شو اسمه الأستاذ نور مهنا
وزميلنا محمد حداقي ويوسف عبده. ثلاثة حضور وثلاثه برا. وقعوا. أوكي. هدول 3 حضور وقعوا على سحب الثقة، و3 هن خارج سوريا. بس كان عندهم علم. بس كان عندهم علم. تمام. بس ما بيصير شلون يعني جلسة بيتوقع فيها 3 فقط ويتخذ القرار؟ الجلسة غير قانونية تماما. وقتها طلع القرار بإعادة أستاذ مازن. فهن طلعوا تمام. وأخذوا حتى خاتم النقابة بشكل إنه نحن ما عنا خبر كأعضاء مجلس. تمام. ما عنا خبر، أخذين الختم وعاملين قرار إنه خلص سحبنا الثقة. كيف انحل الموضوع؟ هل صار في اجتماع بين أستاذ نور وأستاذ مازن ولا لا؟ لا، ما صار الاجتماع. إنما أنتم مثل ما بنعرف والكل بيعرف إنه هذا المجلس هو مجلس معين من قبل الدولة. تمام. وبالنسبة للمجلس إنه نحن لما بده حدا يتغير فيه أو بده ينسحب الثقة من أي عضو، فبنرجع للدولة، لجهة الدولة. هيك ضمن قانون النقابة أستاذ؟ هذا تعيين نقيب الفنانين. قانون النقابة. نحن عم نقول الظرف الحالي هو هذا المجلس، مجلس الوزراء عينت هو تعيين مازن. تمام. فما بيفصل بهذا الشيء انه ينسحب اي شيء من اي عضو الا بالعوده للاصل. بالعوده. تمام. لمين قرار الاصل عين هذا؟ طب هلا اذا بدكم تنتخبوا نقيب جديد، مين اللي بينتخبوه حاليا؟ لا ما هو القرار هو تبع الجلسه هو باطل. قرار سحب الثقه باطل. حاليا نقيب الفنانين بسوريا الاستاذ مازن الناطق. تمام.